محتاجين نسافر 8 ساعات من القاهرة، وشوفنا هناك حاجات غريبة وتعابين وغير الحاجات اللي احنا شوفناها اللي انا مش مصدقها لغاية دلوقتي، بس هتشوفوها في الفيديو. وان شاء الله نخش ونشوف هل المكان مهجور فعلا ولا مفيش حاجة اسمها اماكن مهجورة. النهارده هقعد 7 ايام في فيلا مهجوره موجوده في محافظه من محافظات مصر، واكيد مش هكون لوحدي. انا معايا اخويا بهاء ورا الكاميرا. تعالى اوريكم اخويا بهاء ورا الكاميرا اهو. هو مش بيتكلم، مش عارف ليه. اللي عرفته لغايه دلوقتي انها حصل فيها 4 جرائم لغايه دلوقتي. احنا قاعدين 7 ايام في فيلا فيها 4 جرائم موجوده حصلت فيها. بس كده، يلا اعملوا لايك بقى. ازيكم يا جدعان؟ احنا دلوقتي الساعة 3:15 الفجر. صحيت من النوم وكنت نايم ولا في اي حاجة، وقلت اطلع اتمشى عادي مفيش اي حاجة. فبتمشى ورحت ناحية ظهر الفيلا. المفروض ان في زرع جنبي كتير، فسمعت صوت انا ولا عارف ده صوت قطة ولا طفل بيعيط ولا ايه الصوت ده. لقيت دي ظهرت لي. ازاي مش ظاهرة في الكاميرا؟ ازاي مش ظاهرة؟ لقيت دي مرة واحدة من الهوا كده ظهر قطة على السور. قفلت المكالمة مع صاحبي وبعد كده رحت مصور للقطة، ومفيش حاجة ظهرت في التصوير. القطة اختفت. انا متأكد ان محدش هيصدق الكلام اللي انا بقوله، بس القطة دي ظهرت من الهوا، وكمان بتعمل اصوات غريبة، وصورتها من شوية في الفيديو ومظهرتش في الكاميرا. بس انا جبت نهايتها خلاص. انا جبت النهاية. بس بس بس. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، لمن ذا لا يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. لو مره متعملش اي حاجه، بس انا حسيت في حاجه عدت من جنبي، مش عارف ايه هي. انا مش فاهم في ايه. القطة اتجهت ناحية المكان ده. المفروض ان المكان ده عند البوابة والزرع، يعني ده شجر زيتون. المفروض ان القطة كانت هنا، بس انا مش عارف راحت فين. ده زيتون اهو، وفي كمان ده ورد تقريبا، انا ما اعرفش. وده هنا دوت اسمه ايه؟ حرنكش. ده حرنكش اهو. شوف بس حاجة تطلع لي. وده جوافة. وده ايه ده؟ مش باين ليه. في الحتة دي كده في عنب وورق عنب، وغير شجر الرمان في حاجات تانية كتير. هي ليه اصوات دي؟ في صوت حد، بس هو مفيش حد جنبيا. كل الفيلا اللي جنبي مهجورة. انا اخش جوه شوية. ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ نقفله من هنا. مفيش حاجة. بسم الله. مبقتش فاهم اي حاجة. النهاردة اليوم التاني. انا نمت وحلمت بحاجة غريبة، ولا مش عارف ده حلم ولا ايه ده. انا كنت نايم عادي، وجالي حاجة اللي هي تقريبا اسمها الجاثوم. معرفش، هو المفروض بيجي للإنسان مرة واحدة في السنة في العمر، لكن غريبة إنه جيلي 9 مرات. مرة أولى وصحيت ورحت على السرير التاني وجالي تاني، رحت على السرير التالت وجالي تاني، نمت في نفس المكان الأولاني وجالي تالت. قعد يجيلي كتير أوي لغاية ما قريت آية الكرسي. جالي.
نص بني ادم، نص بني ادم كده بس بدون ملامح، حاجه سودا ملوش اي ملامح. ضربني بالفاس اللي هما بيزرعوا فيه، وانا دلوقتي هنا تقريبا يعني جنبي في زرع كتير، فاكيد انا استغربت في حاجه بينه وبين الزرع. هو انا مصورتش اليوم التاني علشان مفيش حاجه حصلت فيه غير وانا نايم. انا هنهي الفيديو هنا عند اليوم الاول والتاني، واشوفكم في اليوم التالت والرابع، ولسه قاعدين لمدة اسبوع، ممكن نطول لو الموضوع لازم نطوله. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة، واكتب لي في التعليقات اي حاجة ممكن تضيفتنا. وليه القطة لما قريت آية الكرسي ما اختفتش ولا حصل لها اي حاجة؟ ومن شوية لما صورتها انا شايفها في عينيا وفي الكاميرا مش موجودة، مختفية. لو حد يقدر يساعدنا يكتب لي في الكومنتات.